السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تفاصيل صغيرة. قد تحسم المباريات بالتفاصيل الصغيرة، وقد تحسم البطولات بالتفاصيل الصغيرة. نبدأ حلقة اليوم. منذ بداية المباراة وضح تفوق برشلونة في عملية الاستحواذ. الآن من الدقيقة 1:25 ثانية إلى الدقيقة 3:15 ثانية برشلونة مرت حوالي 45 تمريرة صحيحة من غير أي مضايقة فعلية من لاعبي الريال لقطع الكرة، والتمرير تم بجميع أرجاء الملعب، يمين وشمال وشرق وغرب وجنوب، كل أرجاء الملعب. طيب نجي للريال في اللقطة دي بيحاول يطبق مفهوم الضغط الكامل بأسوأ طريقة ممكنة تم التطبيق. في عملية الضغط الآن لاعب الريال القريب لحامل الكرة ما بيضغط عليه، بيحلق عليه، يعني بيجيب بينتظره لما هو يستلم ويمرر. طيب بقية اللعيبة بدل ما يعملوا باك اب للاعب الضاغط ويقوموا بتغطية بقية لعيبة برشلونة، ما بيغطوهم، بينتظروهم لما يستلموا الكرة ثم يقوموا بعملية التحليق عليهم وليس عملية الضغط. بيدري بيستلم بكل ارتياح من وسط الملعب، ديونج بيستلم بكل ارتياح، حتى لوفاندسكي بيستلم من بين وسط دفاع الريال، ثم يتم في النهاية عكس الكرة، وكافامينجا يقوم بإخراج الكرة إخراج خاطئ، ويا أخي زميله ما بيلعب له باص بالطريقة دي، ويتم تسديد الكرة وارتدامها بالعارضة. ودي اللقطة اللي حنتكلم عنها في اللقطة القادمة إن شاء الله. وبرشلونة واصل في هذه اللقطة وما فقدوا الكرة إلا منهم هم، تم إخراج الكرة وطلعت الكرة أوت رمية تماس. طيب لقطة كافامينجا عكس للكرة وإخراج الكرة بالرأس إخراج خاطئ. في أكثر من حلقة من الحلقات السابقة اتكلمنا قلنا المدافع لما يخرج الكرة بالرأس ما بيخرجها إلا في المكان المنظور بالنسبة له، في مكان شايف فيه لعيبة من فريقه، هو ما قادر يشوف بيطلعها في اتجاه الكورنر، يطلعها على الأجناب. لكن هذا الإخراج خاطئ من كافامينجا، وكان ممكن إنه يتسبب في هدف وارتدت الكرة من العارضة. هجمة للريال وبيتم عكس الكرة، وأيضا إخراج خاطئ للكرة من ديونج. الكرة دي لو اتلعبت على الطاير بصورة أحسن من كده كان ممكن تكون هدف. قلنا ويتكلمنا وبنكرر دائما عند إخراج الكرة للمدافع عندك زملانك 2 على يسارك، أو على الأقل ما شايف طلعها على الأجناب، طلع الكرة على الأجناب وليس في اتجاه وسط الملعب. هجمة لبرشلونة وبيتم عكس الكرة وضربة رأسية، وهنا الإخراج الصحيح للكرة بيتم ترجع الكرة للحارس بتاعك، انت شايف الحارس مرتاح وبصورة واضحة، بدل ما تطلع الكرة في أي اتجاه المجال المنظور لك الحارس ما متضايق، يتمرر الكرة للحارس بتاعك. هدف برشلونة الأول عثمان ديمبلي ده مثال للتنوع التكتيكي في تنفيذ الركلات الحرة. وقلنا دائما المفاجأة التكتيكية والمفاجأة في التنوع التكتيكي لها أثر كبير في تسهيل حصول الهدف. تم التنفيذ بنجاح كامل للتكتيك، وشلت المفاجأة لاعبي الريال وما استطاعوا انهم يكون عندهم رد فعل سريع لعملية التعامل مع الهجمة او الركلة الثابتة، وتم احراز الهدف. فينيسيوس والرقم 7، فينيسيوس اخذ المسؤولية في تنفيذ ركلة الجزاء، لكن يبدو ان الضغوطات كانت عليه كبيرة فقام بالتسديد بقوة
وارتدت الكرة من العارضة. في هذه اللقطة ضغط لعيبة ريال مدريد بالطريقة الصحيحة. شواميني الآن ضغط بالطريقة الصحيحة وتحصلوا على ركلة حرة قدام خط 18. اللحظة اللي وقفوا التحليق وبدوا يضغطوا بصورة صحيحة يتحصلوا على فاول. طيب الفاول هنا نفذوا رودريجو، وقبل تنفيذ الفاول بس بنمر على تفصيلة صغيرة، انه هنا عندنا داني كارفخال الآن بيعمل في ايه؟ بيعمل في عملية تعمية لحارس المرمى. بنلاحظ انه حس حاليا المكان اللي واقف فيه هو نظر الى حارس المرمى وعرف انه الآن هو بيغطي حارس المرمى من الكرة، من منشأ الكرة. طبعا تم التنفيذ بصورة رائعة جدا من رودريجو، وتم إنغاز الكرة بصورة أروع من تيري تشيغن، وكان من أجمل اللقطات في المباراة. عملية بيلد اب عادية من برشلونة، تمريرة طويلة وبيخرج كورتوا ويقوم إخراج الكرة بالرأس، وإخراج خاطئ. الكرة يا جماعة ما بتطلع في نص الميدان خصوصا من حارس المرمى، بالهيد طلعها على طرف الميدان، عندك الطرف اليمين عندك الطرف الشمال، أو طلعها أنت عندك مسح بصري ممتاز، أنت حارس المرمى أضربها بالرأس في اتجاه لاعب من لعيبتك، لكن ما بتطلع بهذه الطريقة. الكرة دي ما بتطلع بهذه الطريقة، وكانت فرصة هدف. ركلة ركنية لريال مدريد ودربكة أمام المرمى، وجات الكرة لفينيسيوس وعلى الطاير على العارضة وترجع تاني من جديد. المرة الثانية في المباراة الكرة تضرب على العارضة، عدم توفيق بالنسبة لفينيسيوس في هذه المباراة. عملية بيلد اب عادية لبرشلونة، ولكن تمريرة طويلة من حارس المرمى، ونشوف هنا ميليتاو يتعامل كيف مع الكرة. إخراج خاطئ للكرة، هذا الإخراج كان ممكن يتسبب في انفرادة. انت كيف انت مدافع في وسط الدفاع في قلب الدفاع تطلع الكرة وانت ما شايف الكرة بتطلع؟ المنطقة دي خطرة جدا. طيب بعديه بفترة ديفيد ألابا قال كمان ميليتاو هو ما أحسن منه، زي ما ميليتاو طلع الكرة عشوائية وما عملت انفراد، أنا هطلع الكرة بنفس طريقته، لكن المرة دي هتعمل انفراد، وانفرد ديمبلي وكورتوا أنقذ الموقف. بيتنافسوا الاثنين في الأخطاء، ديفيد ألابا وميليتاو. في الشوط الثاني أنشيلوتي اتنبه للخطأ ورجع فينيسيوس تاني يلعب على الطرف. فينيسيوس لاعب على الطرف الهجومي، الجناح الهجومي أخطر بكثير جدا من إنك تلعبه في عمق الهجوم. والهجمة دي بناها فينيسيوس وختم شواميني بتسديدة، وأيضا اصطدمت بالعارضة. التوفيق والحظ جزء من كرة القدم. حسد الكرة الكم اللي اصطدمت بالعارضة. هجمة لريال مدريد من الجناح الشمال ويتم عكس الكرة. هنا أيضا بيتم إخراج الكرة من لاعب برشلونة بالرأس، إخراج خاطئ. الإخراج قلنا بالرأس للمدافع أو لاعب الوسط بالرأس ما بيكون في وسط الملعب. شوفوا الكرة ارتدت لشواميني وكان ممكن يحرز منها هدف. كرة زي دي ممكن تتلعب على الطاير مباشرة. انت ما عندك مسح بصري، ما عندك زمن، ما عندك مساحة، بتطلع الكرة على جانب الميدان وليس في وسط الميدان عشان ما ترتد عليك وتشكل خطورة. الفاول ده مهم جدا عشان بيوضح لنا كيفية إبعاد الكرة. تير شتيجن هنا أبعد الكرة بالصورة الصحيحة على جانب الميدان، وده الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، الإبعاد يكون على جانب الميدان بهذه الطريقة. لوكا مودريتش، شوف الباص اللي لعبه لوكا مودريتش، باص
فن ولعب وهندسة. باص يخلع، عادة الباص بتخلع منه المدافع، لكن باص لوكا مودريتش ده اتخلع منه المهاجم. رودريجو عنده مخلوع من الباص، ما قدر يعمل حاجة. وده أو دي متعة كرة القدم بالفنانين أمثال لوكا مودريتش. الهدف الثاني لبرشلونة ضغط على مرحلة بناء اللعب ميد بريس على متوسط ميدان ريال مدريد. الضغط تم مباشرة، وتوني كروس فقد الكورة مع الضغط، وعلى طول هجمة مرتدة، والولد فرنان لوبيز تسديدة لا تصد ولا ترد، تسديدة قوية جدا. ومن الصعب جدا انه يتم صد مثل هذه الكرة، يعني كورتوا لا يسأل من مثل هذه الكرات. إذا قدر يطلعها خلاص، ما قدر يصدها ما في حد يقدر يزاله، لأنه انظروا إلى قوة التسديدة والكورة لافة، وتم إحراز الهدف الثاني. فيني في هذه المباراة ما كان موفق كله. فينيسيوس في هذه المباراة لما نتنقل للطرف الشمال قدم يعني خطورة كبيرة جدا، لكن ما كان هناك توفيق. بنلاحظ الهجمة الأولى ضاعت، والهجمة الثانية بدأ الهجمة وأيضا الكرة ترتطم بالعارضة. أنا ما عارف عدد المرات في هذه المباراة الكرة اللي ارتدت من العارضة، لكن زي ما قلت سابقا إنه التوفيق والحظ يعتبر جزء من كرة القدم. الهدف الثالث لبرشلونة كرة طويلة من تير شتيغن، وعدم تفاهم بين ديفيد ألابا وبين ميليتاو. يعني الاثنين واقفين في نفس المكان. معقولة الاثنين واقفين في نفس المكان، ما في تفاهم، ما في تناسق. انت متوسطي قلب الدفاع، لازم يكون في عمق، في نظرة، في مسح بصري. لكن الاثنين وفي نفس الوقت ما ضاغطين. يعني هم حتى لو ضاغطين معليش، لكن هم حتى ما ضغطوا، هم محلقين. يعني انتوا الاثنين واقفين جنب بعض، لا ضغطتوا ولا عملتوا عمق ولا عندكم مسح بصري، فخطأ مشترك من قلبي الدفاع، إضافة للكوارث الدفاعية اللي عملوها في هذه المباراة. ختاما، هي مباراة ودية لكن ادتنا بعض المؤشرات. بالنسبة لبرشلونة، شافي مدرب مجتهد وعنده شغل ممتاز جدا جدا، وخصوصا الآن بدأ يركز على الركلات الثابتة، وحتى الركلات الركنية عنده فيها شغل، لكن بيحتاج إلى العديد من الانتدابات، يحتاج إلى لعيبة أكثر جودة إذا كان بيبحث عن البطولات. أما بالنسبة للريال، وضح تماما غياب بنزيما وتأثيره الكبير. انتقال بنزيما للاتحاد السعودي الآن وضح تماما غيابه. فريال مدريد يحتاج إلى مهاجم هداف، يحتاج تماما إلى مهاجم هداف من أجل حسم البطولات. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.